هاي بنات، إيه الأخبار؟ يلا يا قمر هاتي مشروبك المفضل، والنهاردة حلقة جديدة من قعدة بنات. النهاردة نتكلم ازاي ارفع طاقة الأنثوية. احنا كبنات طبعا الطاقة الأنثوية مهمة جدا عندنا، فازاي اظبطها وايه اسرار الطاقة الأنثوية وازاي اصلا افعلها وازاي اعليها عندي. بصي يا روحي، ظبطي حياتك، خصصي لنفسك وقت تعتني بنفسك فيه، وظبطي حياتك بكل النواحي، من كل النواحي ظبطيها. اسعي انك تخلي حياتك افضل. خففي من درجة صوتك يوطى، خلي صوتك واطي ما يكونش عالي. كوني انثى رقيقة كده، خليكي انثى امورة كده ورقيقة وناعمة كده، متسامحة مع الناس التانية، متسامحة مع الاخرين. خليكي حنونة وابتسمي على طول. تلقي المدح، لما حد يمدحك يقولك مثلا انك انت شكلك جميل، انت اموره، تلقي المدح وقابليه بالشكر. خليكي كده انثى راقيه وقابليه بشكرا ميرسي وخلاص، مش تقعدي تردي نفس المجامله وهي لا لا، شكرا وانتهى. ده بيعبر عن ان طاقتك عاليه، بيعبر انك انت انثى واثقه من نفسها، انثى واثقه من نفسها جدا كمان. امشي وانتي رافعه راسك وكتفك مرفوع، ما تمشيش منحنية كده، فلا امشي، خلي مشيتك تعبر عن ثقتك بنفسك. رقم 1 واكتر حاجة بترفع طاقتك الانثوية وعن تجربة، بصي خلي طريقك مع الله، القرب من الله سبحانه وتعالى وقيام الليل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ده بيخليكي أنثى حكيمة وواعية وطاقتك عالية وأنوثتك جميلة كده، بيخليكي واثقة من نفسك. فالطاقة الأنثوية هي طاقة الحب، طاقة الاحتواء، طاقة القبول، اني انا بقبل الشيء، يعني انا بحب ايه، انا بتقبل ايه، انا بحتوي ايه، انا كده بتقبل ذاتي، بتقبل نفسي. يعني الطاقة الأنثوية هي طاقة احتواء، انا بحتوي ذاتي، بحتوي نفسي. دايما لما بنشوف واحدة تكون طاقتها أنثوية عالية، بتكون مهندمة، بتكون الطاقة بتاعتها عالية، هي بتكون بتتقبل كل حاجة في نفسها. يعني هي بتتقبل جسمها، بتتقبل شكلها، بتتقبل بشرتها، بتتقبل شعرها، بتتقبل كل حاجة في جسمها، ما عندهاش اعتراض على حاجة. فانت لما تكوني معترضة مثلا على اي حاجة في جسمك، ده مش بيخليكي عندك طاقة أنثوية عالية. فهي انت بتحسي ان هي واو، دي متقبلة نفسها، دي طاقتها الأنثوية عالية، دي شكلها مهندم. ما بتقولش عيوب عن نفسها نهائي، بتقولك كل حاجة ان بيرفكت، بتحسسك ان كل حاجة فيها بيرفكت، وهي راضية عن كل حاجة في نفسها. فدي بتكون انت بتحسيها ان هي جميلة في كل حاجة، فانتي بتحبي انك انتي تبقي حاجة زي كده، وبتحبي انك تكوني زيها. فانتي تعملي ايه؟ بتكوني شايفاها ان هي متقبلة شكلها ومتقبلة حياتها ومتقبلة واقعها، فده بيخليكي ان هي عندها طاقة انثوية عالية. لكن انتي لو مش متقبلة حياتك ولا شكلك وكمان رافضة الواقع بتاعك، ده مش من العلامات الطاقة الأنثوية نهائي. لكن اللي طاقتها الأنثوية عالية ومتوازنة بتكون شايلة نفسها، وبتكون بتهتم بنفسها جدا، تهتم بجسمها، وبتهتم انها تطور من نفسها وتقوي عقلها، وبتهتم بنفسيتها جدا، ودايما بتحاول انها بتكون في نفسية متوازنة ومتقبلة الواقع بتاعها اللي هي عايشة فيه، ودايما عندها حضور ذهني، دايما بيكون كلامها عن الواقع اللي هي عايشاه، يعني اللي هي الواقع اللي هي عايشة فيه، مش ان هي عايشة مثلا في الخيال او منغمسة في الماضي. الطاقة الأنثوية طاقة قبول وطاقة احتواء، انا بحب نفسي، انا بتقبل نفسي، وانا بحتوي نفسي. ايه هي اسرار الطاقة الانثوية؟ هتلاقي ان اسرار الطاقة الانثوية هتبدأ معاكي لما تلاقي دايما انك انتي محولة الواقع بتاعك لبستان، لجنة، لانك انتي مستمتعة بكل تفصيلة في حياتك، ومستمتعة بكل تفصيلة بتعيشيها في يومك. دايما عندك قبول، ودايما مستمتعة بكل ساعة بتعدي في يومك.
لازم يكون عندك اهتمام. الاهتمام، انتي لما تهتمي بنفسك، انتي لما تهتمي بصحتك، انتي لما بتهتمي بنفسيتك، وان انتي لما بتهتمي انك على طول تقوي عقلك وتطوري نفسك، هتحصلي على طاقة أنثوية عالية. الاهتمام بالجوانب الشخصية بتاعتك، زي مثلا العناية بالشعر، بالبشرة، تعملي سكين كير وملابس مهندمة ولطيفة بتعبر عن نفسك، ده بيزود ويخلي عندك كده طاقة أنثوية عالية، ويخلي عندك ثقة برضو. فالاهتمام طبعا برضو بالصحة الجسدية والصحة النفسية، زي أكل مفيد ورياضة حتى لو في البيت. اهتمي بالتواصل العاطفي، زي التأمل والتفكير الإيجابي، وانك انت تبني علاقات صحية، تعلمي واعملي أنشطة تحسن من نفسيتك وتقويكي. يعني مثلا لو هترسمي أو تعملي كتاب، تكتبي انت نفسك، تقرأي كتاب جميل، تعملي كرواشو، تخيطي، مثلا برضو انك انتي تطبخي. لو انتي حابة انك انتي تبدأي تعملي اكلات جديدة ومتنوعة، ابدأي. اي هواية عندك حابة تنميها او تتعلميها، ابدأيها، ده بيخليكي في مود جميل فاعمليها. برضو واحد لازم تشتغلي على انك انتي تهدي اعصابك على قد ما تقدري. هدي اعصابك، خلي عندك روقان. انتي كده ست رايقة كده، بنوتة رايقة، فخلي عندك روقان، خلي بالك طويل، وما تتنرفزيش وما تتعصبيش على اقل حاجة. برضو اتعاملي مع الناس على حسب راحتك. يعني انتي لو مرتاحة لشخص ما وحاسة ان في راحة، ايوه انا مرتاحة اني مثلا اقعد معاه، مرتاحة اني اكون صداقة معاها، مرتاحة ان هي مثلا موجودة في حياتي، ماشي كملي. لكن انتي مثلا لو انتي مش مرتاحة، ما عندكيش تفاهم مثلا معاها، بتبقى القعدة عبارة عن نكد، بتديكيشي طاقة ايجابية، بالعكس بتديكي طاقة سلبية. فلا، بلاش منها. انا اختار اللي يريحني، اختار اللي ابقى مرتاحة معاها، اختار اني انا اللي ابقى معاها بضحك، ابقى معاها في طاقة ايجابية، بتديني طاقة ايجابية. ده مش انانية خالص، من حق كل واحدة فينا انها تدور على الراحة النفسية بتاعتها فين وتكون موجودة فيها. فما تقوليش اني مثلا لا حرام اني لا اقعد وغصب عني، ايوه مش مهم. لا، انتي خلي عندك دايما اني انا اختار راحتي النفسية في المكان اللي هكون موجودة فيه، اختاريها على طول. ده مش انانية خالص، بالعكس ده انا بريح نفسي. رقم 2، الطاقة الأنثوية مش مكياج تقيل، الطاقة الأنثوية مش كعب عالي، الطاقة الأنثوية مش الجمال الظاهري اني البس افخم حاجة، احط افخم مكياج. لا، الطاقة الأنثوية مش كده. الطاقة الأنثوية اني انا اتعامل مع نفسي على اني جايزة، اتعامل على نفسي اني انا اميرة في حد ذاتي كده، انا جوه عقلي. مش لازم الناس هي اللي تقولي، ومش لازم انا ابين للناس اني انا اميرة يا جماعة. لا لا، انا اتعامل مع نفسي كوني اميرة في عقلي كده. ايه، ادلع نفسي، اعمل اللي انا محتاجاه، اللي انا بحبه، اديها الحب الكافي، اديها الاهتمام الكافي، اديها كل حاجة هي بتحتاجها. الطاقة الانثوية هي الطاقة او هي القوة الداخلية اللي بتعكس الجوانب الانثوية بتاعتك. برضو بتشمل النعومة، العاطفة، والقدرة على اني اكون قد اي حاجة انا بعملها، القدرة على الرعاية. كوني متسامحة وكوني متعاطفة مع نفسك، كوني قد اي كلمة بتقوليها لنفسك. دلعي نفسك، دلعي نفسك، اعملي اللي انتي بتحبيه، اعملي اللي بيريحك، علي من نفسك وعلي من طاقتك الانثوية. تقبلي، خلي عندك طاقة استقبال. انا بتقبل الشيء، بتقبل المدح، بتقبل اي حاجة بتجيلي بتقبلها. الطاقة الانثوية طاقة تقبل، احنا بنتقبل الشيء، مش الرفض، دي مش طاقة انثوية نهائي. لا، خليكي متقبلة، خليكي انثى متزنة عاقلة وراقية، وعارفة كل تفصيلة في حياتها ماشية ازاي، متقبلة واقعها ومتقبلة راحتها النفسية، متقبلة جسمها، متقبلة شكلها، ومتقبلة اي حاجة في جسمها واي حاجة في شكلها هي متقبلاها، ما عندهاش اعتراض على اي حاجة في حياتها، ومتقبلة حياتها. لازم تبقي متقبلة حياتك ومتقبلة الواقع اللي انت عايشة فيه،
وبتحاولي انك انت تطوري منه، بتحاولي تنمي عقلك، بتحاولي انك انت دايما يكون عندك تطور. دايما بسعى اني اطور من نفسي، دايما بسعى اني اطور من شخصيتي، دايما بسعى اني اطور من نفسيتي. طوري من نفسك على قد ما تقدري، دي اكبر استثمار في حياتك، انك انت تطوري من نفسك. خليكي احسن من امبارح، ما تقارنيش، واوعي تقارني بنفسك مع حد. الطاقة الأنثوية مش بتقارني نفسك مع حد، انت واحدة بس. انت بتقارني، ممكن لو هتقارني تقارني نفسك بامبارح، بتقارني نفسك بالسنة اللي عدت، لكن انك تقارني نفسك مع حد لا، ممنوع نهائي. انت شخص واحد بس، انت خليكي انثى متدلعة، البنوتة الدلوعة. خليكي انت البنوتة الدلوعة. ما تنسيشي ان الدلوعة بيدلعوها اكتر، واللي بتشيل بيشيلوها اكتر. يعني انت بتدلعي بيدلعوكوا اكتر، بتشيلي يعني هو بتتحملي كتير بيحملوكي اكتر. فخليكي البنوتة الدلوعة، اتدلعي على قد ما تقدري، وخلي دايما عندك تقبل لحياتك، وخلي دايما لنفسك أولوية. نفسك هي أولويتك، فشوفي اللي يريحها وشوفي اللي يسعدها واعمليه. وحاولي على قد ما تقدري انك تكوني في صحة نفسية جيدة، ما تعمليش اي حاجة تتعب نفسيتك. او لو انتي محاطة ببيئة بتتعب نفسيتك، حاولي انك انتي تهدي من نفسك فيها. يعني مثلا لو انتي طول الوقت حاسه نفسك انك انتي متنرفزه، طول الوقت حاسه نفسك انك انتي متعصبه، لا، حاولي انك تهدي من نفسك، حاولي تقللي عصبيتك على قد ما تقدري. لازم تعملي في يومك اولا طبعا خلي صلواتك في ميعادها، وخلي وردك القرآني، ده بيغير يومك. لو صفحتين في اليوم، انتي 5 دقايق مش هياخدوا من وقتك حاجة في اليوم اللي هو 24 ساعة. انتي ظبطي لنفسك 5 دقايق لروحانياتك، لانك انتي تقوي علاقتك مع الله، لانك انتي يكون ليكي حياة مع الله. فانتي لما بتنتظمي ولما بيكون ليكي حياة مع الله، بتبدأ معاكي وبتبدأ مع نفسيتك رحلة انك انتي بصي بتتقبلي كل شيء. يعني مثلا لما انا بظبط حياتي الدينية وبظبط وردي وبظبط قرآني، بظبط قيام ليلي، فانا حياتي بتتظبط سبحان الله وحدها كده. طاقتي الانثويه بتعلى، بكون بتقبل الشيء، بكون في راحه نفسيه، بكون حاسه كده، بيكون في نور في وشك اصلا. فانت بيكون كده في نور كده فيكي، حاسه انك انت مرتاحه، مش حاسه بعبء، مش حاسه انك انت متشتته، مش حاسه انك انت مش عارفه تعملي ايه بالظبط. بالعكس بتكوني رايقه وهاديه. حتى لو انتي واحدة واحدة حاولي انك تهدي من نفسك، تهدي من انفعالك الزايد. لا، الطاقة الأنثوية مش كده نهائي. الطاقة الأنثوية البنوتة الرايقة، البنوتة الهادية، البنوتة اللي صوتها جميل ورايق كده، البنوتة اللي صوتها نبرة صوتها واطية مش عالية. بكررها مرة تاني، نبرة صوتك تكون واطية. اهتمي بنفسيتك على قد ما تقدري. اختاري اللي يريحك في الحياة، واختاري انك تكوني دايما في المكان اللي بترتاحي فيه نفسيا. دي اولويتك في الحياة، واهتمي بنفسك. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.